الترجي التونسي يفوز على الاهلي المصري في سابقه لم تحدث منذ 2018. والله بتكلم بجد، من 8 سنين. احنا جيل بيشوف العجب، جيل كوره. احنا عندنا الجيل بتاع الكوره ده ما يستاهلش يدخل النادي الاهلي، والله العظيم ما يستاهل. عارفين اللي يعدي من قدام النادي كده والله ما يستاهل قسما بالله. احنا عندنا لعيبه بتاخد مليارات. هاتولي حد كده في السنين اللي فاتت، في الاجيال حتى اللي فاتت، كان بياخد مرتب زيزو بجد. والله انا بسال سؤال، هاتولي حد من الناس دي. جماعه احنا كان عندنا بركات وابو تريكه والناس دي كلها، والله كان مرتبهم ما يجيش تمن. جماعه بجد 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 انا مش فاهمه يعني احنا بنعمل ايه؟ ماذا يحدث للنادي الاهلي؟ انا عايزه افهم في ايه؟ احنا رايحين لغايه فين؟ طيب والله نفسي افهم، حد يقول لي رايحين لغايه فين. على فكره الترجي اللي كان بيلعبنا النهارده ده مش مستوى اللي كان بيلعبنا قبل كده مع الاجيال بتاعتنا. الترجي النهارده والله العظيم يعني شهاده حق، ده مش مستوى الترجي. يعني الترجي اللي كان بيلعب الاجيال اللي عندنا قبل كده كان الترجي اللي بيطير. النهارده الترجي والله ما عنده فينش، يعني لو عنده فينش كان الماتش ده انتهى 3-4. والله العظيم. وفكره الناس اللي محروقه قوي عشان ضربه الجزاء، احنا محروقين عمالين ناكل في نفسنا ماشي. ضربه الجزاء صحيحه، احنا محروقين ليه؟ الكادر كله منور بايد محمد هاني، يعني بجد والله احنا محروقين ليه؟ بصوا يعني انا مثلا دلوقتي لما جيت قلت احنا دلوقتي الجيل بتاع الكوره بتاعنا زي الزفت، دي شهاده حق اوكي، مش هكذب. ما هو باينه، بصوا ما هو باينه، انا هضحك عليكم؟ يعني كل واحد عنده عقل. احنا زعلانين ليه؟ ما هي ضربه جزاء، والله ضربه جزاء يا جماعه. ده الكادر بتاع ايد هاني منور في الكاميرا، الكادر منور، يعني في اكتر من كده. طب والله العظيم انا عايزه افهم في ايه اكتر من ايد محمد هاني؟ ايد محمد هاني منوره، دي واقفه بالله عليكم، يعني دي واقفه يا محمد هاني. انا عايزه اسالك سؤال، مين لعيبه الكوره عندنا؟ مين؟ وبعدين كل الناس بتيجي وتمشي وانت قاعد من شطارتك قوي، يعني من فلاحتك دي. احنا ناس عايزه تمشي بن شرقي وانت قاعد لي بالك من وانت ناشئ وانت قاعد لي 29 سنه، بالك اكتر من 10 سنين قاعد لي. مش فاهمه من شطارتك يعني. طب والله العظيم انا كل مره بقول محمد هاني ده لا يصلح للعب، بس كل مره بيعلي الليفل بيفاجئني. بصوا هي في لوكشه كده لازم تمشي. محمد هاني والله العظيم، كوكا، طاهر، حسين الشحات، ومؤخرا بقى زيزو. والله العظيم زيزو لازم يمشي، زيزو لازم يتجمد. يعني عارف انا عايز اشوفه على الدكه تنور بيه. يعني انا محروق دمي والله العظيم، انا ما لاقيه كلام اقوله، انا مش لاقيه كلام اقوله. ضربه الجزاء عشان ينهي الجدال ده. ضربه جزاء مصطفى شوبير مع وعلى فكره مصطفى شوبير ما عرفش يعمل لها حاجه، ما عرفش يصدها اصلا. ضربه جزاء هنشيل خالد ضربه الجزاء هنشيلها من على مصطفى شوبير لانه معرضه انها تدخل، يعني بحيث ضربه الجزاء 70% تدخل، خلاص دخلت، يعني مالناش دعوه بمصطفى شوبير دلوقتي. مصطفى شوبير توتال كان كويس، بس انا بحس ان المشكله عندنا في اللعيبه كلها. يعني يسترب انت بتلعب لي كوكا ليه؟ بجد والله انت بتلعب لي كوكا ليه؟ كوكا بيلعب مكان مروان عطيه ازاي؟ انا ما شفت التشكيل عملت ايه يعني حرام عليك، انت كل مره بتبهرني. طب على فكره انت لعبت بن شرقي راس حربه كان كويس، طب ليه بقى ما تكملش؟ يعني انت ما ينفعش تفزلك نص فزلكه ليه؟ انت بتعملها كلها لا تصيب لا تخيب. ما هي انت ذكائك بيخونك يا حبيبي، مفيش حاجه بترشق معاك للاخر، فالمفروض تكون حفظت. احنا حفظناك، يعني انت مالكش معانا غير هتكمل سيزون حفظناك. حبيبي انا عايز اسالك سؤال واحد، ازاي كوكا مكان مروان عطيه؟ كواليتي كوكا لا يؤهله. هتقولي ده مكانه اصلا، هقولك على عيني وعلى راسي، كوكا اصلا نافع في اي مكان. انا قلت مليون مره مروان عطيه مهما كان سيء بيديني مردود. بصوا في لعيبه كده ما ينفعش اجي جنبها، عندها دم. مروان عطيه عنده مردود، حتى 4 من 10 والله العظيم، مهما كان سيء بيدينا 4 من 10. احنا عندنا كوكا اللي بيكون سيء بيديني -1 0. تريزيجيه عنده دم، عنده مردود. اهو النهارده ما عمل جابش جول، بس انا حقانيه. تريزيجيه من اللعيبه اللي عندها مردود، عندها دم. بصوا عندها دم، عندها لون التيشيرت ده، عندها دم. انا حقانيه عندها دم. مين تاني؟ مش لاقي حد عنده دم تاني. طب والله ما لاقيه، مفيش. تهيألي قفلت على كده. اللعيبه الاثنين دول عندهم دم. هات لي حد تاني في الفرقه عنده دم؟ لا. الشناوي
الشناوي بتاع الاهلي، الشناوي حارس المرمى عنده دم. 3 بس كده، بس كده. اقفل على كده يا ابني. احنا بقيه اللعيبه عندنا لا تصلح. مفيش. بصوا انا عايزه الناس عندها دم. ما هو اللي عنده دم هيموت نفسه في الملعب، مش هتديله فلوس اكتر. هقول لكم زيزو مرتبه اكتر من ناس موجوده، بس مروان زيزو اكتر. زيزو مرتبه اكتر من مروان عطيه. مروان عطيه عنده دم. ما هو مش بالفلوس، مش هتشترى، مش هشتريها. ما هو مش هشتري دم بفلوس. انا هحقنه دم، هقول له خد شويه دم عشان يبقى عندك دم. هي خلصانه مشاكل بالفلوس. هو زيزو ما عندوش دم، مروان عطيه عنده دم ومش بالفلوس. والدليل اكبر من كده، زيزو بياخد 100 مليون، مروان عطيه ممكن يكون 20 30 حاجه كده. لكن زيزو الله اكبر، ولا في دم ولا في نيله، مش اي حاجه. برنس. انا كده باخد مرتبي. بص انا كده زيزو ماشي، انا كده باخد مرتبي، انا زي الفل. كسبته خسرته اتحرقته، انا باخد مرتبي. انا خس عليا ايه ولا اي حاجه، كده باخد فلوسي. بصوا اصل هو في لعيبه كده المهم عندها الفلوس، الفريق يتحرق. على فكره هي في ناس كده مهم عندها، والله العظيم ما بهزر، مش بتكلم على زيزو بس، هي في ناس كده، في ناس كده. هي هقول لكم كوكا ده لا تولع، والله العظيم بيبقى عامل اخطاء بنت يعني. بصوا اخطاء زباله. خلاص لازم نفهم ان في لعيبه ما عندهاش ده. انا حفظتهم. هي في شويه لعيبه ان ما كانش كلهم ما عدا اللي انا قلت اسميهم 3، هو المهم عندهم يقبضوا. على فكره هو بيتعامل معاك كشغل، بس عنده دم على التيشيرت دي لا. يا اخي حتى بحكم عشرتك معانا، ده الواحد بيقول لك عيش وملح. هي اللعيبه دي مبدأها القرش، فانت اخصم بقى فلوسها كلها. لما تاخد ملاليم من فلوسها تقول لك ايه ده ايد محمد هاني مش هتظهر. كوكا النهارده معدي لي كوره كانت هتدخل جون اكيد. كوكا النهارده اقسم بالله، كوكا النهارده انا في الكوره دي حسيت ان هو بيلعب مع الترجي. على فكره ده ممكن يكون كوكا بيلعب مع الترجي ومتخفي. كوكا النهارده سوري، كوكا النهارده معدي كوره هي اصلا ميس باص، انت عديتها له ووديتها الواد اللي ورا. والله العظيم لو الولد ده كان عنده فينش جامد كان هو شاطها في مصطفى شوبير نفسه. لو واد جامد كان خلصها جون، وكانت تستحق تبقى جون يا كوكا، عشان انا مخنوقه منك ومش طايقاك. جماعه اللعيبه دي لازم والله العظيم ما هتتحل كده، قسما بالله ما هتتحل كده. احنا خفضنا عقوبه امام عاشور، هنعمل عقوبه زي على اللعيبه. امام عاشور اللي مالوش يسافر معانا. الحل لو احنا لسه عايزين يبقى عندنا دم وعندنا كرامه قصاد الناس كلها، حتى لازم اللعيبه دي يتخصم لها اكتر من تلت مرتبها. هتقولي كتير، هقول لك كتير اللي عاملينه فينا، مش كتير مرتبهم. لعيبه بتاخد ملايين يا حبيبي، كل واحد فيهم بياخد 100 مليون 150 مليون ما اعرفش فيه ايه، ويا ريته عنده دم، يا ريته عنده دم. جماعه انا حاسه ان اللعيبه عندها بلاده يا ربي، بلاده يعني عدم احساس، عدم الشعور، ما بيشعروش الا بالفلوس. زيزو ده اخصم له يتوجع، اسمعوا مني هيتوجع قسما بالله. كان بياخد في الزمالك ملاليم، جه عندنا خد ملايين، تقل طبيعي. ملايين بتتقل يا جماعه، انت بتاخد ملايين جسمك ده بتتقل غصب عنك. بقيت مليان فلوس، معاك فلوس كتيره، خلاص بقى. نسي ايام الكحرطه. ايام الكحرطه دي بقى سابها للزمالك وجه عندنا احنا. كان بيجري في الزمالك في الصحراء، جه عندنا هنا مش عارف يجري في بنلعب الساعه 11 بالليل، والله 11 بالليل. انا ما اعرفش ايه، على فكره انا مش عاجبني مواعيد بالليل دي. كان بيجري في الزمالك 3 العصر، 3 العصر، وكنت بتشوفه بيطير. جه عندنا هنا العظمه كبرت ولا الفلوس تقلتك. نو كومنت على اللي حصل النهارده. انا خلاص مش هتفرج على الاهلي تاني النهارده والله العظيم. انا ممكن اتفرج على اي ماتش تاني الكام يوم اللي جايين الا الاهلي، ضغطي عالي يعني. خلاص كان في ماتشات الاهلي من حلاوتها كنت بعيدها، ده اقسم بالله لا يرتقي.